وكيل لاعبين يكشف مفاجأة بشأن عروض احتراف سعود عبد الحميد، وقع في يد عصابة. يسيطر ملف احتراف سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن للهلال، إلى أحد الأندية الأوروبية، على الأحداث الرياضية خلال الفترة الأخيرة. وفجر نواف المهدي، وكيل لاعبين، مفاجأة كبرى، حيث كتب عبر حسابه الرسمي بموقع أكس: لأول مرة أتحدث بمثل هذه الأمور. وقع ولدنا بيد عصابة يديرها وكيل من خارج المملكة، وله أذرع بالداخل يعمل من خلالها، أعرفها ما بالاسم. وتابع: أعرف طرقهم وأساليبهم بتقديم الوهم للاعبين للحصول على توقيعهم، وأعرف موضوع تزوير عروض من أندية بالخارج لإيهامهم الشباب بأنهم مطلوبين. وأتم هذه الخطة غالبا تنجح، لأن أغلب اللاعبين غير مهتمين بالتدقيق ويجهلون مثل هذه الأمور. تسويق اللاعبين عالم ثاني.